أهلا بيكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده يا شباب هنبدأ مع بعض دورة جديدة عن البرمجة، وهي البرمجة الكائنية. بس خلينا قبل ما احنا نبدأ، لو انت لسه مش متعلم حاجة عن أساسيات البرمجة فأنا أنصحك إن انت تروح تتعلم أساسيات، بعدين تعالى كمل معانا الدورة. وأنا كنت هعمل دورة تعلم أساسيات لغة البرمجة، فأنصحك إن انت تروح تشوفها علشان تقدر تكمل معانا دورة ال OOP. لكن لو انت هدفك في الفيديو إن انت تعرف إيه هي ال OOP بشكل عام يعني، ممكن تكمل معانا الفيديو عادي. تاني حاجة محتاج أتكلم عليها إن إحنا في الدورة ديت هنتعلم ال OOP باستخدام لغة برمجة دارت، ولكن ده مش هيسبب لنا مشكلة لو أنت مثلا متعلم أساسيات البرمجة باستخدام مثلا بايثون جافا سي بلس بلس، فأنت تقدر تكمل معانا الفيديو عادي، لأن مفهوم ال OOP هو نفس المفهوم في كل اللغات. يعني لو أنت متعلم من بايثون وإحنا نشرح دارت فعادي اللي إحنا نطبقه في دارت هتطبقه في بايثون عادي جدا، بس المهم يكون لغة البرمجة اللي أنت متعلمها بتدعم ال OOP. على سبيل المثال مثلا عندك لغة برمجة سي، لغة برمجة سي ديت مش بتدعم مفهوم ال OOP، فعشان كده طوروا لغة البرمجة سي ديت وعملوا نسخة جديدة منها وهي سي بلس بلس علشان يقدروا يطبقوا مفهوم ال OOP. تعالى بقى ننتقل للجزء التاني من الفيديو ونتكلم بشكل أعمق شوية عن ال OOP. فاحنا أول حاجة محتاجين نعرفها هي OOP اختصار لكلمة إيه؟ هي اختصار لكلمة Object Oriented Programming، واحنا لو جينا نترجم الجملة ديت هنتلاقي معناها البرمجة الكائنية أو البرمجة الشيئية. فأنت دلوقتي تعرف إن إحنا هنستخدم ال OOP ديت علشان هنتعامل مع Object أو هنتعامل مع كائنات. طيب ال Object ده بيمثل مين؟ هقولك ال Object دوت ممكن يمثل أي حاجة، زي مثلا الإنسان، حيوان، جماد، أي حاجة بتشوفها عينيك فدي تعتبر Object. فإحنا دلوقتي عرفنا إن إحنا هنستخدم ال OOP علشان هنتعامل مع كائنات أو هنتعامل مع Object. طيب هنتعامل معاهم إزاي في الكود عندنا؟ ده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي. فتعالى مثلا نعمل مثال على إنسان ونطبق المثال دوت من خلال البرمجة الكائنية اللي هي ال OOP، وكمان نطبق المثال دوت على البرمجة العادية اللي هي البرمجة الإجرائية اللي إحنا كنا اتعلمناها في أساسيات البرمجة، علشان نعرف الفرق وأهمية البرمجة الكائنية عندنا. عندنا في المثال علشان نمثل الإنسان فإحنا أول حاجة لازم نحدد الصفات بتاعت الإنسان دوت، يعني مثلا لون شعره والاسم، العمر، والوظيفة اللي هو بيقوم بيها. تاني حاجة محتاجين نعرف المهام اللي بيقدر يقوم بيها الإنسان ديت، زي مثلا الإنسان دوت يقدر يمشي، يقدر يجري، يقدر يقرأ، يقدر ياكل يشرب، وهكذا. فتعالى أول حاجة نعمل الكلام دوت في البرمجة الإجرائية، لأن هي دي اللي احنا عارفينها وتعلمينها في دورة أساسيات البرمجة. فأنا عشان أمثل صفات الإنسان عندي همثل الصفات دي على هيئة متغيرات، يعني هعمل متغير للاسم وهسميه مثلا عبده، ومتغير للعمر وهدي له قيمة 22، ومتغير للوظيفة وهدي له قيمة إن هو إيه Flutter Developer، دي الوظيفة اللي بيقوم بيها. ولو حبينا كمان إن احنا نمثل المهام بتاعة الإنسان دوت فهعمل فانكشن، من خلال الفانكشن دي هدي إمكانية للإنسان مثلا إن هو يجري، فأعمل فانكشن إن هو بيجري، فانكشن تانية إن هو بيقرأ، فانكشن تانية اللي هو بيشرب، وهكذا. ولو جيت قلت لك إيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا لما احنا نطبق المثال دوت من خلال البرمجة الكائنية، أول مشكلة عندنا إن الكود بتاعنا مش بيكون مربوط بشخص. يعني المثال بتاع عبده دوت أنا عملت متغير اسمه عبده، فهل المتغير دوت بيمثل عبده؟ هتقولي لا ده متغير أنا سميت له اسم وحطيت له قيمة، لكن هو مش بيمثل عبده. تاني مشكلة عندنا وهي لو أنا جيت أضيف إنسان تاني وسميت مثلا الإنسان أحمد، فأنا هعمل نفس المتغيرات ديت وهدي لها قيم بتناسب الشخص اللي اسمه أحمد، فأنا هضطر إن أنا أعمل متغيرات اللي كنت عملتها فوق زي الاسم والعمر والوظيفة بتاعته. فأنا كل إنسان عندي حاجة أضيفه في الكود لازم إن أنا أعمل متغيرات خاصة بالشخص دوت علشان أميزه عن الشخص التاني. وغير كده إن الكود بتاعي كمان مش هيكون منظم، يعني مثلا لما أنا هقعد أعمل متغيرات لكل شخص أكيد الكود بتاعي مش هيكون منظم. وهنا بقى بيجي دور ال OOP. من خلال ال OOP بنقدر إن إحنا نحل المشاكل دي عن طريق إن إحنا بنربط الصفات بتاعة الإنسان دوت والوظائف اللي هو بيقوم بيها بالشخص بتاعي اللي أنا عايز أنشئه. تعالى نعمل المثال اللي إحنا عملناه في البرمجة الإجرائية بس من خلال ال OOP. فعلشان نحل المشاكل اللي جت واجهتنا في البرمجة الإجرائية فنتذكر إن إحنا نستخدم ال OOP. طب ليه نستخدمها؟ لأن بدل ما كنا بنكتب المتغيرات والوظائف بشكل منفصل، يعني كان عندنا الخصائص الخاصة بالأوبجكت والفانكشن بتاعته كان كل واحدة منفصلة عن التانية ومكانوش مربوطين بمين؟ بالأوبجكت بتاعي. فإحنا نجمع كل حاجة خاصة بالكائن جوه مكان اسمه كلاس، علشان أي كائن جديد هيكون عنده الخصائص والوظائف بتاعته.
فتعالَ نشرح الكلام ده على مثال. فأنا عشان أعمل كائن جديد عندي، قُلت لكم إن إحنا هنجمّع كل الصفات بتاعته وكل الوظايف جوّه مكان واحد اسمه class. فأنا هاروح أعمل class وهاسمي الclass بتاعي دوّة human. ليه سميته human؟ لإن عبده دوّة إنسان. فخلاص يا عم روح سمي لي الclass بتاعك human. جوّه الclass بقى هتكتب كل الصفات الخاصة بالإنسان، مش الخاصة بعبده. هو عبده ده يعتبر إنسان، فأنا هاكتب كل الصفات الخاصة بيه الإنسان. زي مثلًا الإنسان دوّة ممكن يكون عنده اسم، ممكن يكون عنده age، ممكن يكون عنده وظيفة. وكمان هاكتب إيه، كمان هاكتب الوظائف بتاعته، زي اللي هو مثلًا يقدر يمشي، يقدر يقرأ، يقدر يجري. طيب ممكن واحد بقى ييجي يسألني يقول لي: طب أنت كده ما عملتش الكائن بتاعك اللي اسمه عبده. هاقول لك لمّا أنا بقى أحب أضيف كائن جديد عندي، فأنا هاضيفه بناءً على الclass بتاعي. هو أنا مش كان عندي class اسمه human؟ أيوه كان عندي. فخلاص يا عم اكتب كلمة human، بعد كده هتحط الكائن بتاعك بقى اللي أنت عايز تضيفه. طب الكائن اللي كنت عاوز أضيفه كان اسمه إيه؟ اسمه عبده. فخلاص اكتب كلمة عبده، وبعد ما تكتب الاسم بتاعك هتدي بقى الصفات الخاصة بعبده. يعني مثلا كان عنده اسم وهو عبده، وكان عنده age اللي هو 22، وكان عنده وظيفة اللي هو flutter developer. طب أنا دي ضفتها بناء على إيه؟ بناء على الكلاس بتاعي اللي كان فيه الخصائص الإنسان. طيب حلو. لما أحب بقى إن أنا أخلي عبده دوت يقوم بوظيفة، هو أنا مش كان عندي في الكلاس اللي اسمه human مش كان عندي function اسمها run؟ أيوة كان عندي كده. فخلاص اكتب عبده دوت run. فأنا كده خليت الكائن بتاعي إن هو يقدر يجري. ولما أحب أخليه إن هو يقدر يقرأ هكتب عبده دوت read. طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل ونشرح كل نقطة في الفيديو الجاي لما نتكلم عن الأوبي بشكل أعمق. أنا في الفيديو ده بس عايزك تعرف الفكرة العامة من الأوبي، وإزاي إن أنا أقدر أحل المشكلة اللي كانت في البرمجة الإجرائية. طيب حلو. طب أنا كده عملت كائن اسمه عبده. لما أحب بقى إن أنا أعمل كائن جديد، هل بقى أضطر إن أنا أروح أكتب نفس المتغيرات ونفس الفانكشن من أول وجديد؟ قال لك لأ، أنت بس هتستدعي الكلاس بتاعك اللي اسمه human وتدي اسم للكائن بتاعك، اسمه مثلا أحمد. بعد كده هدي الخصائص الخاصة بأحمد، ولو حبيت إن أنا أخلي أحمد إن هو يقدر يقرأ أو يقدر يجري هعمل ده ببساطة جدا زي ما أنا شرحت لكم في الأول. فأنا كده يا شباب الأوبي حلت لي مشكلة البيانات إنها كانت في الأول مش مربوطة ببعض. فأنا من خلال الأوبي حليت المشكلة دي إن أنا خليتها مربوطة ببعض. وحلت لي كمان مشكلة لما أنا أحب إن أنا أضيف كائن جديد مش هضطر إن أنا أقعد أكرر نفس الكلام. المشكلة التالتة اللي حليتها لي إن الكود بتاعي خلاص بقى منظم، بقى سهل إن أنا أعدل فيه، وسهل كمان إن أنا أتوسع في الكود بتاعي. فبس يا شباب ده كان فيديو النهاردة. وفيديو النهاردة الهدف منه إن أنا كنت عايزك تعرف إيه هي ال OOP وبنستخدمها ليه، ونتكلم على كل تفصيلة أنا شرحتها لك في المثال. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.